ما معنى الحكومه تعطي الدعم وتقطع له 140 درهم ديال اموتضامن وتزيد تقطع له البنكه بين 8 حتى ل 20 درهم وشي معايير ما اتى الله بها من سلطان، بحال عندك التعبئه ديال 5 دراهم راك لاباس عليك، البوطه الماء والضوء لاباس عليك. يعني السيده الوزيره خصك تكون طارزان عايش في الغابه عاد باش غيمكن لك تستافد من هذا الدعم. والطامه الكبرى ان الحولي المستورد كياخذ 500 درهم ديال الدعم، في حين مواطن بكرامته كتحرموه من هذا الدعم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. وما فهمناش كيفاش الحكومه تحيد برامج كتحظى برعايه ملكيه ساميه بحال برنامج مليون محفظه لابناء الاسر الفقيره بحجه انهم كيشدوا الدعم، وكاين اسر حصلت على الدعم لمده شهر او لا شهرين وطلع لهم المؤشر. زعما السيده الوزيره غيكونوا داروا لاباس في شهرين؟ راكم خرجتوا عباد الله تسعه، اتقوا الله في هذه البلاد وفي هذا الشعب. ونقطه اخيره السيده الوزيره، بغينا توضيح بخصوص التلاعب بوزن البوطه الكبيره اللي تزادت 10 دراهم وتنقصات بين كيلو حتى ل 3 كيلو وعندها ارتباط بالدعم. وشكرا. كيفاش بغيتيه يحس بالتمغربيات ويحترم البلاد ويحترم القانون؟ انسان ما قريتيش كتجي كتقول له ما مربيش خاصني نعاود لك الترابي، ما سكنتيش 40 متر بناها في جماعه قرويه اولا في حي شعبي كتجي كتريبها له، ما داويتيش كيمشي يقلب على اللي يكويلو اولا على اللي يبخ عليه بالكيف، ما خدمتيش دار كروسه ديال الخضره كتجي كتهرسها له. وهنا بدا الغلاء المهول في مختلف المواد، وتصورنا واضح بخصوص ثمن البيع النهائي للمواطن. زيت الزيتون ما خصوش يتعدى 30 درهم لترو، زيت المائده 10 دراهم، السردين 3 دراهم الى غلا، بطاطا مطيشه فلفله البصله هادو مواد اساسيه ما خصهاش تعدى 2 دراهم في بلادنا لانها بلاد فلاحيه طبعا. العدس اللوبيا الحمص 10 دراهم، البيض درهم، الدجاج 10 دراهم، اللحم ما خصوش يفوت 50 درهم الكيلو. الا كنتو فعلا حكومه من بطقه من الشعب هذه هي الحلول، والا كنتو حكومه ديال البطرونه شريو مع راسكم النقابات وزيدوا هلكوا الشعب كما هلكتوا التعليم، والعواقب ستكون وخيمه اكثر من اللي راها دابا. وشكرا.